هذا لطلب من عشي أحلام اللي قالت نحب نشوف كوجينة جنات العرافة. وإليف بن براهم اللي قالت نحب نشوف كوجينة اللي في وسط كابيني سليمان. وهو فيديو زادة لكل من يحب يشوف كوجينة جنات العرافة ولا الكوجينة اللي في بيرو سليمان الأبيض من الداخل كيفاش شكلها، واللي لم يقع سابقا إظهارها وعرضها في سلسلة شوف لي حل. السؤال هوني زعما علاش ما وروناش الكوجينة؟ وقبل ما نبداو في الفيديو وقبل كل شيء باش نشكركم برشا فردا على دعمكم ليا، سواء كان بالاشتراك في القناة، بالكومنتارات، بالمشاهدات لمختلف فيديوهات قناتي، وعلى تفاعلكم. ومرحبا بجدد زادة اللي باش ينضموا لقناتي. بالنسبة لبلاط شوف لي حل ككل، وضحت سابقا في فيديوهات سابقة بالتفصيل حقيقة بلاط جنات العرافة، وحكيت اللي هو ماهوش مبنى حقيقي، واللي هو مجرد ديكور مصمم ومعمول بالكونتر بلاكي ولوح، وقع اعتلاءه وتقسيمه على هيئة بلاص، وإضافة له الأثاث، الأجهزة والديكورات. فحسب ما قال الكاتب السيناريست حاتم بالحاج إنه في الحقيقة ما فماش أصلاً كوجينة متاع جنات العرافة ولا أيضاً كوجينة في بيرو سليمان الأبيض. وهاو علاش. قال على خاطر جنات العرافة في سلسلة شوف لي حل بطبيعتها ما تصنفش، وبما إنه عرفت بالشح متاعها فكانت ديما في معظم الأوقات الطيب كان في الشكشوكة هي ولا عزة. قال فزايد إنه باش نخصصوا ليها بلاصة وباش نصرفوا عليها الديكور متاع كوجينة على مجرد وقوف دقائق لتحضير الشكشوكة، وكيف بالنسبة للكوجينة اللي في بيرو سليمان الأبيض. فللأسف في الواقع لا توجد أصلا كوجينة لجنات العرافة ولا كوجينة في كابيني سليمان الأبيض، فلم يتم تخصيص وتصميم وتجهيز لها ديكور. على هذاك لم يتم إظهار الكوجينة في سلسلة شوف لي حل وشكلها كيفاه من الداخل، فقط نشوفوا دخول وخروج الممثل من المكان على أساس أنه هي الكوجينة. عزة يا عزة. نعم يا اخي خالي روحوا، خسارة حبيت نذوقوا شكشوكتي.